بيبدأ المسلسل على السيدة جيوم اللي بتروح تاخد بنتها من عند الناس اللي ربوها واللي كانت عايشة عندهم لمدة 15 سنة، وبتشكرهم جيوم على تربيتهم لبنتها، وبتقول للي ربتها هي بنتك وتقدري تشوفيها في أي وقت. وبتخرج مع بنتها اللي بيكون اسمها دامي وبتودعهم وبيمشوا بالعربية، وبتحاول دامي إنها تبين لمامتها إنها فرحانة عشان هتعيش معاها، لكن مامتها بتكون فاهمة إن هي حزينة ومش فرحانة لأنها سابت الناس اللي ربوها وعاشت معاهم طول عمرها. وبتقول لدامي انت دلوقتي داخله على حياه تانية غير اللي كنت عايشاها. وبيروحوا المدينه وبتتفاجئ دامي لما بتشوف الميادين الواسعه والابراج، وبتكون فرحانه وبتشاور لمامتها على برج وبتقول لها انها شافته في التلفزيون. وبيوصلوا بيتهم وبتدخل دامي مع مامتها وبتنبهر بجمال البيت، ولما بتطلع اوضتها بتشوفها وتبقى فرحانة جدا. ومامتها بتقول لها إنها جهزت لها لبس هيعجب جدها، وبتقول لها جهزي عشان نروح نسلم عليه. وبنشوف بعد كده حفلة في مكان وبيبقى فيها فنانين ومشاهير، وبيجي أشخاص بموتوسيكلات وبيكونوا لابسين خوذ وبيدخلوا المكان، فبيحاول الأمن يمنعهم لكنهم بيضربوا الأمن وبيدخلوا الحفلة وبيكسروا كل حاجة فيها. وبنعرف إن صاحب الحفلة واللي اسمه جين مو صاحب شركة إنتاج، والعصابة دي اللي بيكون باعتها ليهم صاحب شركة إنتاج منافسة اسمه جي تاك. وجين مو بيخطف ممثلة من شركة جي تاك، عشان كده جي تاك بيبعت لجين مو عصابة عشان تنتقم منه. وزعيم العصابة بيقول لجين مو جي تاك بعتلك الهدية دي، وبيخرج سكينة وبيخبطوا بيها، لكن جيمو بيكشف الخوذة من على وش زعيم العصابة والكاميرا بتصوره. وبنشوف الشرطة بعد كده قبض على جي تاك، وجينمو بيكون في المستشفى وبيتفرج على أخبار القبض على جيتاك وهو فرحان. وبعد كده جين مو بيصحى من النوم وبيلاقي زعيم العصابة اللي ضربه نايم جنبه، وبنعرف إن هما متفقين مع بعض على كل ده، وإن جيتاك مظلوم وملوش أي علاقة باللي حصل. وزعيم العصابة اللي اسمه دو هيوك بيطلب من جين مو الفلوس اللي اتفقوا عليها، فبيقول له إنه بيجهز له الفلوس ويجي تاني يوم ياخدها. فبيضغط زعيم العصابة على جرح جين مو وبيقول له ما تأخرش الفلوس واوعى تغلط عشان صحابي ما يدخلوش السجن. وبتروح دامي مع مامتها لجدها السيد بانج، واللي بيكون باين عليه انه شخص مهم وغني جدا. ومامة دامي بتنبه عليها انها ما تتأخرش على جدها لانه بيكره التأخير وبيعتبر التأخير في المواعيد ده قلة احترام. وبيدخلوا بتسلم دامي على جدها، وبنعرف ان دامي دي تبقى بنت ابنه اللي مات، وإنها تاهت من مامتها وهي صغيرة، ولما عرفت مكانها ولقيتها كان عدى 15 سنة. وصاحبة جد دامي الدكتورة تشي بتكون موجودة مع جدها في البيت، لكن بتكون متضايقة من وجود دامي ومامتها. وبتدخل دامي ومامتها للجد وبيقعدوا معاه، وبيكون فرحان جدا برجوع حفيدته وبيقول لها إنها شبه باباها بالظبط. وبنعرف إن البيت الجميل اللي راحت تعيش فيه مع مامتها جدها هو اللي اشتراه لهم. وبيفرح الجد بدامي أكتر لما بيعرف من مامتها إن هي متفوقة وبتطلع الأولى، وبيقول لدامي أنا هديلك فلوس عشان تصرفي منها. وبيفتح الخزنة بتاعته وبيطلع منها ظرف وبيديه لدامي، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي الظرف مفهوش فيه غير ورقة فلوس واحدة. فبيسألها جدها قليلين، فبتقول له لأ، وبتقول له إن هي فرحانة إنها أول مرة تاخد منه فلوس وإنها هتفضل محتفظة بيها على طول ومش هتصرفها. وبنشوف بعد كده دو هيوك زعيم العصابة وهو واقف قدام كوافير، وبيكون في واحدة جوه بتشتغل وباين عليها التعب، وصاحبة المكان بتديها أوامر وبتزعق لها. فبيتضايق دو هيوك وبيخبط يافطة المحل برجله، وبيروح يقف بعيد وبيشوف الست اللي بتشتغل في الكوافير وهي خارجة وبتكون شايلة حاجات كتير ترميها، فبتقع بيها على الأرض. فبيتصل عليها وبترد عليه وبتعرفه من صوته، وبنعرف إن هي تبقى مامته، وبتقول له انت فين وعامل ايه. فبيقول لها انت مهتمه بيا وبتسالي عليا ليه؟ ده انا سرقت الكوافير بتاعك وهربت. لكن مامته بتساله انت هترجع البيت امتى؟ وبتقول له اخوك ما وحشكش، وبتقول له ان اخوه هيتخرج من كليه الحقوق. فبيعيط دهيوكو بيقول لها انه خبر مفرح، ودلوقتي انت بقيتي ام القاضي وممكن تدوري على صالون في اي مكان. وبيقول لها انه كسب فلوس كويسه وهيرجع لها فلوسها، وبيطلب منها تغير اللبس اللي عليها، وبيقول لها انه هيشتري لها لبس جديد. فبتقول له مامته هو انت شايفني؟ فبيقفل دهيوك المكالمة وبيمشي. وبتروح دامي مع مامتها، وبتقف مامتها بالعربية قدام البيت وبتزعق لدامي،
وبنشوفهم لما كانوا عند جد دامي، وصاحبة جدها الدكتورة تشي بتقول لدامي تعالي نعمل شاي لجدك، ولما بيقوموا بتعرض مامة دامي على جدها السيد بانج إنه ينتج لها مسلسل، وبتقول له إنه هيحقق أرباح، وبتدخل دامي والدكتورة تشي وبيقدموا الشاي للسيد بانج، وبيكون فيه كمية سكر كبيرة، فبيتعصب السيد بانج وبيزعق لدامي وبيقول لها انها حطت سكر كتير وانه هو عنده السكر، فبتحاول دامي تقول له ان الدكتوره تشي هي اللي قالت لها كده، لكن هو مش بيسمع لها وبيزعق لها، وبيقول لمامتها بدل ما تيجي تطلبي مني فلوس علمي بنتك الاول، فبتحاول دامي تتاسف له لكنه بيزقها وبيسيبهم وبيمشي، وبتروح الدكتوره تشي بيتها وبتمسك ورق عباره عن فواتير وديون عليها، وبتاخد دواء، وبنعرف انها بتحاول تحمل من السيد بانج عشان تستولى على فلوسه، وبنشوف بعد كده مامة دامي بتزعق لها والامور بينهم مش كويسه خالص، ومامة دامي وباباها اللي ربوها بيتصلوا عليها عشان يطمنوا عليها، فبيعرفوا من صوتها ان هي بتعيط وبيكونوا قلقانين جدا. وتاني يوم دامي بتقول لمامتها انها بعد المدرسه هتروح لجدها وتحاول تراضيه، وبتقول لمامتها النهارده اول يوم ليا في المدرسه، فبتقول لها مامتها انا عارفه بس ممكن تروحي لوحدك لان انا عندي اجتماع. ودهيوك بيروح لجين مو علشان ياخد منه الفلوس بتاعته، لكن جيمو بيضحك عليه وبيقول له أنا مش هديلك حاجة، وبيقول له إن هو كشف وشه والكاميرا صورته وبلغ عنه البوليس، ورجالته بقوا معاه وباعوه، وأصحاب دهيوك الخونة بيحاولوا يضربوه لكنه بيقدر يضربهم كلهم ومش بيقدروا عليه، والشرطة بتيجي لكن هو بيقدر يهرب منهم. وبنشوف دامي وهي في المدرسة وبيكون معاها بنات متنمرين بيرخموا عليها، والمعلمة بتعمل للطلاب اختبار وفي بنت من المتنمرين دول بتغش، لكن دامي بتشوفها وبتقول للمعلمة، وبعد كده البنات المتنمرين دول بيتجمعوا عليها وبيضربوها، وفي واحدة من البنات دول بيكون اسمها مون وهي اللي بتكون محرضاهم، لكنها بتروح تبعدهم عنها وبتعمل ان هي طيبة وبتطلب من دامي ان هم يبقوا اصحاب. وبيرجع دهيوك عند مامته في الكوافير اللي بتشتغل فيه، لكنها أول ما بتشوفه بتزقه وبتقول له يهرب لأن البوليس بيكون عندها، وبيجروا ورا دهيوك، وأخو دهيوك بينادي عليه وبيخليه يدخل يستخبى في مكان، وبيقول له يحاول يهرب منهم بأي طريقة، وبياخد من دهيوك الكاب اللي هو لابسه وبيلبسه هو وبيخرج لهم عشان يجروا وراه ويشتتهم. ودامي بتروح تصالح جدها وبتوري له رقصة اتعلمتها من مون، وبنشوفها بعد كده مع مون وبتطلب مون من دامي إنها تعمل نفس قصة شعرها عشان يبقوا شبه بعض ويشتروا كمان لبس زي بعض. ودهيوك بيروح بعد كده لجين مو في الفندق اللي هو قاعد فيه وبيدخل عليه فجأة وبيضربه، لكن جين مو بيكون معاه بنت لابسة كاب ووشها مش باين، فبتقدر تضرب دهيوك وبتجرحه في وشه، وبيهربوا منه وبترميله بطاقة تعريف مدرسة، فبياخدها دهيوك وبيقرا الاسم اللي فيها وبيكون اسم دامي. والسيد بانج جد دامي بيتصل على مامتها وبيقول لها ان بكرة هيتعشوا سوا، وبيقول لها انه وافق ينتج لها المسلسل، وبيروح دهيوك مدرسة دامي وبيدور عليها وسط الطلاب وبيفضل ينادي على اسمها، فبتقول له ان هي دامي وبتسأله عايز ايه منها، فبيقول لها انتي مش فاكراني، انا اللي زقتيني في الفندق وهربتي مع جين مو، وبتستغرب دامي منه وبتقول له انا اول مرة اشوفك ومعرفش مين اللي انت بتتكلم عنه، لكن دهيوك بيلاقي معاها نفس الكاب اللي كان مع البنت اللي ضربته في الفندق، فبيمسكه منها وبيقول لها ده اللي كنتي مدارية وشك بيه، وبيخرج بطاقة التعريف بتاعتها اللي لقاها، وبتيجي المعلمة وبتحاول تخرج دهيوك لكنه بيزقها، ومون بتبقى متابعة الموقف وفرحانة وبتتصل على الشرطة وبتبلغ عن دهيوك، وبنعرف ان مون هي اللي كانت مع جين مو في الفندق وهي اللي كانت مخططة لكل ده من الأول، وبتيجي الشرطة وبتقبض على دهيوك اللي بيتوعد دامي انه مش هيسيبها هي وجين مو، والبنات بيتنمروا على دامي وبيقولوا لها مين حبيبك الغني اللي كنت معاه في الفندق، والمعلمة كود جي بتطلب تقابل دامي، ومون بتتصل على جين مو وبتقول له انها اتخلصت من دهيوك، ولما بتقفل معاه بتمسك بطنها وبتكون تعبانة جدا وبتتألم. والسيد بانج جد دامي بيروح هو وصاحبته الدكتورة تشي على بيت دامي ومامتها عشان يحضروا العشاء وبيتفقوا على إنتاج المسلسل، وبتقعد المعلمة كود جي تحقق مع دامي وبتسألها مين ده اللي كنت معاه في الفندق، فبتقول لها دامي إن هي ما تعرفش حاجة عن الكلام ده، لكن المعلمة بتكون مش مصدقاها، ومون بتنزل من الفصل وبتدخل أوضة فاضية في المدرسة وبتنزف وبتنام على الأرض، وجد دامي بيبقى قاعد منتظرها
عشان تيجي ويتعشوا سوا. ومامتها بتتصل عليها، لكن المعلمة بتاخد التليفون منها وبتقول لها إن هي مش هتمشي غير لما تقول لها مين اللي كانت معاه. فبتبص دامي على الساعة وبتلاقيها الساعة 6، وده ميعاد عشاها مع جدها. ومامة دامي بتحاول إنها تعرض تفاصيل المسلسل على السيد بانج، لكنه بيكون متضايق بسبب تأخير دامي. وبتنزل دامي بعد شوية من عند المعلمة، فبتسمع صوت مون وهي بتتألم، وبتكون سامعة صوت طفل لسه مولود. وبتدخل دامي الأوضة، بتلاقي مون على الأرض، وبتلاقي طفل مولود جنبها، وبتطلب مون من دامي المساعدة. وجد دامي بيرمي الأكل وبيقوم يمشي هو وصاحبته. وبتحاول جيوم إن هي تتحايل عليه يستنى شوية، لكن هو بيكون متعصب وبيمشي. وطبعا تشي بتكون فرحانة جدا. ودامي بتعرف من مون إنها كانت حامل وما كانتش تعرف في الأول، ولما عرفت وحاولت تتخلص من الجنين لكن الوقت كان فات. وبتقول دامي لمون إنها هتروح تنادي ممرضة المدرسة عشان تساعدها وتروح على المستشفى. فبتشدها مون وبتقول لها انت عارفة ان عندي اختبار بكرة في المسابقة ولازم اروحه، ولو اتعرف اني ولدت هتبقى دي نهايتي. وبتمسك سلاح وبتحطه على رقبتها وبتقول لها لو فضحتها هتموت نفسها. فبتقول لها دامي اساعدك ازاي؟ فبتقول لها خدي الطفل واخرجي من الشباك وانا هقابلك في الجنينة. وبتاخد دامي فعلا الطفل وبتجري. وبتحاول مون انها تمسح اثر الولادة، لكن زمايلها بيدخلوا عليها، وفي واحدة منهم بتقول انها سمعت صوت طفل بيصرخ. وبيبص لمون وبيشكوا فيها، فبتشاور لهم مون على الشباك. ولما بيبصوا منه بيشوفوا دامي بتجري بالطفل، وبتخرج مون تليفونها وبتصور دامي. وبتروح مون لدامي وبتاخد منها الطفل، ودامي بتقول لها ان الطفل بيتنفس لكن مش بيعيط ولا بيطلع صوت ولازم يروح المستشفى. لكن مون بتقول لها ملهاش دعوه وهي هتتصرف، وبتحذرها انها تقول لاي حد حاجه. وبتجري دامي على البيت عشان تلحق جدها. ولما بتوصل بتلاقي مامتها واقفه لها قدام الباب، وبتروح لها دامي ونفسها مقطوع، فبتخبطها مامتها وبتوقعها على الارض. وبتقوم دامي وهي بتعيط، لكن مامتها بتخبطها تاني وبتقول لها لو عاوزه ترجعي لاهلك اللي ربوكي ارجعي، بس تفتكري هم عايزينك. وبنعرف ان هم كانوا مديونين، ومامة دامي وعدتهم انها هتاخد دامي تعيش معاها وهتسدد لهم الدين. فدامي بتقول لها انا ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ فمامتها بتقول لها تروحي جري لجدك وتتحايلي عليه عشان يغير رايه، ولحد ده ما يحصل اوعي تفكري ترجعي البيت. وبتاخد مون الطفل وبتروح عند جين مو، فبيزعق لها وبيقول لها ازاي تولدي في المدرسه. وبيقول لها كاي بيقولك ان علاقتكم انتهت، وكاي ده هو بابا الطفل وجين مو بيشتغل عنده. وبتقول مون لجين مو ان الطفل مش بيتنفس وممكن يموت، فبياخدوا منها وبتكون خايفه على ابنها. وبتقول لجين مو اوعدني انك تنقذه. فبيقول لها امشي قبل ما حد يشوفك، وانا لو حصل حاجه هكلمك. ودامي بتروح عند بيت جدها وبترن عليه الجرس، لكن جدها بيرفض يفتح لها وبينبه على صاحبته انها ما تدخلهاش. ودو هيوك بيقابل جي تاك في اسم الشرطه وبيقول له انه خاين وانه لازم يفضل موجود في السجن. فبيضرب جي تاك الحراس اللي قابضين عليه، وبيدخل دو هيوك في اوضه وبيقفل عليهم. وبنعرف ان دو هيوك كان واحد من رجاله جي تاك وشغال معاه، وبيتاسف له جي تاك لانه ما قدرش يحافظ عليهم. فبيستفز دو هيوك وبيقول له اضربني. فبيخبطوا جي تاك وبيقول له انت لو ما ركزتش في كلامي انا وانت ممكن نموت في السجن من غير ما حد يعرف. وبيقول له ان جين مو في حد وراه وهو اللي عمل فيهم كده، وبيطلب من دو هيوك يساعده. وبيدخل الامن عليهم، فبيضرب جي تاك دو هيوك عشان الامن ما يشكش فيهم. وبتروح مون بيتها وبتدخل تلاقي اخوها بيزعق لمامتها وبيكسر في البيت وعايز فلوس يسد الديون اللي عليه علشان ما يدخلش السجن. وبنعرف ان الدين ده بسبب قمار، وان اخوها سرق حاجاته بيلعب بيها وخسر. وبيهدد مون انهم لو ما دفعوش الفلوس في خلال اسبوع هيروح مدرستها ويفضحها وسط زمايلها. ودامي بتكون لسه قاعده قدام باب جدها في المطر وبتترجاه عشان يفتح لها، ومامتها بتكون واقفه بالعربيه وشايفاها من بعيد وبتفتكر كلام اهلها اللي كانوا متبنيينها، وانهم قالوا لها ان دامي عملت 5 عمليات في قلبها وانها مركبه دعامه، وبيوصوها تخلي بالها منها، وبيعرفوها انها بتتعب من المطر. وفعلا بتنام دامي في الارض وبتبدا تتخنق. فبتنزل مامتها من العربيه وبتروح على الباب عشان ترن الجرس على جدها وبتجري. فبتخرج الدكتوره تشي وبتلاقي دامي في الارض وبتتصل بالاسعاف. وفي المستشفى بيجي اهل دامي اللي ربوها وبيدوروا عليها، فبتقابلهم الدكتوره تشي وهي اللي بتكون بلغتهم بالخبر، وبتطمنهم على دامي وبتقول لهم انها بقت احسن، وبتعرفهم انها تعبت لانها فضلت وقت
وقت كتير قدام باب جدها في المطر، وبتقول لهم إن مامتها بتستخدمها عشان تستغل جدها عشان تاخد منه بيت وعربية وفلوس، وإلا ما كانتش هترجعها بعد ما تخلت عنها. فبيقولوا لها إن جيوم مامة دامي ما تخلتش عنها، وإن دامي ضاعت منها في المترو من 15 سنة. فبتضحك تشيع على كلامهم وبتقول لهم إن كل ده كذب. وبتروح جيوم تزور بنتها في المستشفى، وأول ما بتلمح جد دامي بتيجي جارية عليها وبتمثل إنها بتعيط، وبتقول لها ليه رحتي لجدك؟ أنا قلتلك ما تروحيش. وبتقول لجد دامي أنت كنت عايز تموتها، إزاي تسيب بنت مريضة بالقلب في المطر ده؟ فبيقول لها إن هو ما كانش يعرف بمرضها، وبيحس الجد بتأنيب الضمير. والشرطة بتاخد جيتاك ودهيوك في عربية وبينقلوهم من اسم الشرطة، وفي الطريق بيطلبوا من الشرطة إن هم يقفوا عشان يدخلوا الحمام، وبيضربوا الحراس وبيحاولوا يهربوا. فبيجي ظابط وبيثبتهم بالسلاح، فبيخبطوا الجيتاك وبيخنقوا، وبياخد منه مفتاح الكلبشات، وبيقول لدهيوك يهرب يدور على اللي عمل فيهم كده. وأهل دامي اللي ربوها بيقولوا لجيوم مامتها انت ليه خدتي مننا دامي، وازاي تسيبيها تروح لجدها وتفضل تعيط في المطر؟ فبتقول لهم بكل برود هي لسه عايشه وما ماتتش. فبيزعقوا لها وبيقولوا لها انت ما بتحسيش. وبتلمح جيوم جد دامي واقف بيتجسس عليهم، فبتغير الكلام وبتعيط، وبتقول لهم ان دامي راحت لجدها عشان تاخد منه فلوس تسد الديون اللي عليكم. وبتقول لهم انتوا اكيد خطفتوها من 15 سنه. فبيتصدموا من كلامها، لكن جد دامي بيصدقها وبيروح الاوضه اللي فيها دامي. ولما دامي بتفوق بتقول له سامحني انا عمري ما هخلف ميعاد معاك تاني، وبتترجاه يدي الفلوس لمامتها عشان تنتج المسلسل. فبيقول لها ان هو موافق لكن على شرط انك تنسي الناس اللي ربوكي دول. فبتقول له ازاي ده هم اللي ربوني وكانوا بيجيبوا لي كل حاجه انا عايزاها، لكن جدها كان مصمم على رأيه. فبتضطر دامي إن هي توافق تقطع علاقتها بيهم، بس طبعا بتكون زعلانة جدا. وبنشوف بعد كده مون في المسابقة والإعلام متجمع حواليها، وفي متسابقة تانية أول ما بتدخل الكل بيجري عليها وبيسيبوا مون. وبتفتكر مون وهي قاعدة لما جين مون اتصل عليها وقال لها إن هم حاولوا ينقذوا الطفل لكن مات، وبيقول لها ما تتصلش بيهم تاني. وبتحاول تهدي نفسها وبتقول إن دي فرصتها الأخيرة. وبتبدأ المسابقة وجيوم مامة دامي بتكون من ضمن لجنة التحكيم، وبيعجبوا بأداء مون وبيكسبوها. وبنشوف بعدها جد دامي بيدخل مكان وبينحني وهو بيتكلم مع واحد وبيكون لابس قناع، وبنعرف إن الشخص ده هو اللي مشغل السيد بانج. وبتروح مامة دامي لبيت السيد بانج وصاحبته تشي بتكون مش طايقاها، وبيتفاجئوا بالسيد بانج بيؤمر رجالته يخرجوا كراتين قدام البيت عنده وبيقول لهم يفتحوها، وبتكون مليانة فلوس وفيها 50 مليون دولار. وبيقول لجيوم دول 20 مليون دولار عشان تنتجي المسلسل بتاعك، وال30 مليون دول أول هدية لحفيدتي. وبينبه عليها ما تخليش دامي تدي للناس اللي ربوها فلوس منها. وطبعا تشي بتكون هتموت من الحسرة، ودهيوك بيروح لواحدة يعرفها ودي بتكون صاحبة المكان اللي جين مو بيسهر فيه وبيسألها عنه، وبيكون مجروح وبيطلب منها المساعدة. فبتقول له جين مو بيجي يسهر هنا على طول واستناه لما يوصل. ومامة دامي بتروح لمون وبتطلب منها توقع عقد معاها، وبتقول لها أنا هخليكي أشهر فنانة في البلد. ومدير المسابقة اللي فازت بيها مون بيتصل عليها وبيقول لها تروح له، ولما بتروح بيوريها خبر حد نشره على النت عنها، وبيقول له إن هو يعرف حقيقتها وإنها كانت حامل وخلفت في المدرسة. فبتنكر مون الكلام ده، لكن المدير بيقول لها إن إحنا هنأجل ظهورك لحد ما تثبتي إنك مالكيش علاقة بالموضوع ده. وبتروح مون لجين مو وبتطلب منه يساعدها، وبتقول له أنا عندي فكرة نتخلص بيها من المشكلة دي. وبتوري له الفيديو اللي صورته لدامي في المدرسة وهي بتجري وشايلة ابنها، وبتقول له عايزاك تطلع إشاعة في وسائل الإعلام إن دامي ولدت في المدرسة وتنزل الفيديو ده. وفعلا بينفذ جين مو كلامها وبيخلي 2 من اللي شغالين معاه ينزلوا الفيديو بتاع دامي وبيقولوا انها كانت حامل وولدت في المدرسة. والخبر بينتشر في البلد كلها، وبابا دامي بالتبني بيشوف هو كمان الخبر. وبتروح دامي المدرسة وهي ما تعرفش حاجة عن اللي حصل، ولما الطلاب بيشوفوها بيفضلوا يشاوروا عليها وبيتكلموا عنها وبيضحكوا. والمعلمة كود جي بتدخل للمدير وبتقول له ان دامي وصلت المدرسة، وبتكذب وبتقول انها شافت دامي وهي بتولد. وبتفتكر المعلمة كود جي لما كانت في المدرسة وكانت واقفة
واقفة مع ابن المدير في الأوضة وبتقول له إنها حامل وبتحضنه وبتقول له هتيجي تتقدم لأهلي إمتى؟ فبيقول لها أنت مجنونة أنا متجوز. فبتقول له أنت قلت لي إنك هتطلق مراتك. فبيقول لها إن كل ده كان كلام وبيقول لها نروح للمستشفى وتنزل الجنين قبل الموضوع ما يكبر، لكن هي ضربته بالقلم وهو زقها على الأرض وسابها ومشى. وبتتفاجئ كوجي إن دامي كانت واقفة وشافت كل اللي حصل وبتهددها إنها لو قالت أي حاجة مش هتسيبها. وبابا دامي بالتبني بيروح لها المدرسة ولما بتشوفه بتجري عليه وبتقوله إن هي بريئة وهو بيكون مصدقها. ورجالة جينمو بيكونوا قدام المدرسة وبيصوروا باباها وهو بيحضنها. ومون بتوقع العقد مع مامة دامي وجينمو بيروح للمكان اللي دهيوك مستنيه فيه وبيقعد مع واحد من رجالته، وده اللي بيكون جينمو مسلطه على دامي علشان يشوه سمعتها وبيطلع له ظرف وبيديله الفلوس. ودهيوك بيكون قاعد قدام كاميرا المراقبة وشايفهم وسامع اللي بيقولوه وبيعرف إن دامي بريئة. وبيقوم جينمو يدخل الحمام فبيروح عليه دهيوك وبيضربه فبيقع جينمو وبيغمى عليه. ودامي بتروح لمون وهي بتتمرن على الرقص وبتدخل عليها وبتقول لها انت مش بتردي على مكالماتي ليه؟ وبتقول لها انها هتديها فرصة أخيرة تروح المدرسة وتقول ان هي اللي ولدت. ودهيوك بيحاول يسجل لجينمو اعترافه بانه هو اللي خطط لكل ده، لكن قبل ما يسجله البنت اللي بتساعده بتيجي وبتقول ان هم كشفوه وبيهربوا قبل ما الامن يقبض عليهم. وجد دامي بياخدها لتشي صاحبته في العيادة بتاعتها وبيطلب منها تكشف على دامي عشان يعرف اذا كان الكلام اللي بيتقال ده حقيقة ولا لا، لكن تشي بتكشف عليها وبتكذب وبتقول انها كانت حامل وولدت. فدامي ومامتها بيقولوا للسيد بانج ان تشي كدابة وبيطلبوا منه يروحوا مستشفى تانية، ودامي بتترجاه يصدقها وفعلا بيتعاطف معاها وبيكون هيصدقها، لكن تشي بتزق دامي وبتحاول تشوشر عليها عشان بانج ما يصدقهاش وبتكذب تشي وبتقول انها حامل. فبيفرح بانج بالخبر وبتقول له تشي انت دلوقتي مش لازم تقلق علشان حفيدتك لاني هجيب لك طفل خاص بيك انت. وبعد كده رجاله جينمو بيروحوا بيت اهلها بالتبني وبيطلعوا اشاعه كمان وبينشروها ان دامي كانت حامل من باباها بالتبني. وجيوم مامة دامي بتشوف الاشاعه دي وبتضرب دامي، لكن دامي بتقول لها ان كل ده كده. فبتقول لها مامتها هاتي شهاده طبيه تثبت براءتك. فبترد عليها دامي وبتقول لها انت مش أمي لو كانت موجودة دلوقتي كانت صدقتني. وبتقول لها أنا ما توتش منك أنت اللي سبتيني. وبتقول دامي لمامتها أنا فاكرة كل اللي حصل. وبنشوف دامي لما كانت طفلة مع مامتها وبتتعب وبتوديها المستشفى وبيقول لها الدكتور إن دامي هتحتاج عملية في القلب ولازم مستشفى كبيرة. فبتاخدها مامتها وبتروح بيها لباباها اللي بيكون قاعد سهران في مكان مع ستات وبيشرب، وبتطلب منه دامي يديها فلوس تعمل العملية، لكن هو بيرفض وبيقول لها انت مفكرة انك هتستخدمي البنت دي كل شوية عشان تاخدي مني فلوس. وبنشوف بعدها مامة دامي بتاخدها لجنينة وبتسيبها وبتمشي، وبتفضل دامي تعيط لما بتلاقيها سابتها، وبتختفي جيوم من قدامها وبتقعد في الأرض تعيط هي كمان. وبتقول دامي لمامتها أنا هقول للجدي كل ده وهتأكد إنه مش هيديلك أي فلوس لمسلسلك. فبتخنقها مامتها وبتخبط دماغها في حوض السمك فبيتكسر وبتقع دامي على الأرض وبتنزف. وبتقوم تقول لمامتها إن علاقتهم انتهت وبتروح دامي لأهلها بالتبني، وبنعرف إن هم لقوا دامي في الجنينة بعد ما مامتها سابتها وإن هم اللي أخدوها وربوها. وتاني يوم بتروح دامي مع باباها للمدرسة لكنهم بيتفاجئوا بأولياء الأمور بيحاولوا يمنعوهم من الدخول وبيضربوهم وبيضربوا باباها. وبنشوف المدير جوه مجتمع بالمعلمين وبيقرروا يطردوا دامي من المدرسة، ولما بيخرجوا من الاجتماع بيتفاجئوا بدامي قدامهم وبتطلب من المدير يعمل اجتماع تاني عشان تبرأ نفسها من التهم دي. فبيقول لها المدير انت ليكي عين تيجي المدرسة بعد اللي عملتيه. فبتقول له ان هي بريئة ومفيش حد فيهم شافها بتولد. فبيقول لها المدير ان المعلمة كوجي شافتك، وفي الوقت ده بتكون كوجي بأوراق الطرد بتاعتها عند مامة دامي في البيت، لكن مامتها بتقول لها انها جات لعنوان غلط وانها ما تعرفش حد بالاسم ده. وبتظهر دامي على شاشة قدام كل الطلاب وبتقول لهم ان مون هي اللي كانت حامل وان هي اللي ولدت في المدرسة وانها كانت بتساعدها عشان تخبي الطفل، لكن مون بتنكر وبتقول ان دامي كانت علاقة بباباها بالتبني. وبتقول لهم ان الدليل على كلامها موجود في خزانة دامي وبيأمر المدير بكسر الخزانة.
وبيفتحوها وبيلاقوا إشاعات رنين للجنين، والمدير بيقول لها المدرسة مش هتحميكي تاني وبيطردها، وبتخرج دامي من المدرسة ورجالة جين مو بيكونوا بره وبيصوروا مع الناس وبيحاولوا يشهروا بدامي، وبتتجمع الناس حوالين دامي وبيوقعوها على الأرض. فبيجي دهيوك بموتوسيكل وبيدخل بيه وسط الناس وبيقول لها تركب معاه وبياخدها وبيجروا. وبابا دامي بيروح شغله وبيكون دكتور في الجامعة، ولما بيدخل الجامعة بيلاقي كل الطلاب معلقين لافتات بيطالبوا بطرده من الجامعة، وبتيجي الشرطة وبتقبض عليه. ودهيوك بيعتذر لدامي وبيقول لها إنه كان مفكر إن هي اللي كانت في الفندق مع جين مو. وجد دامي بيتصل عليها وبيقول لها هبعتلك عنوان تروحيه لو عايزة المساعدة. ولما دهيوك ودامي بيروحوا العنوان اللي جدها بعتهولها بيلاقوا جين مو ورجالته هناك، وبيعرفوا إن ده كان كمين وإن جد دامي تخلى عنها. ودهيوك بيقدر يضرب رجالة جين مو كلهم وبيقول لدامي تهرب بسرعة، لكن جين مو بيقول له خرج نفسك انت من الموضوع ده، وبيقول له مامتك واخوك في المينا ورجاله جيتاك هيرموهم في البحر. وبتهرب دامي وبتدخل مكان تستنجد بالناس اللي فيه، فبيحاولوا يهدوها وبيقولوا لها ان هم هيساعدوها. وجيوم مامة دامي بتكون قاعده في لقاء صحفي هي ومون وبيتكلموا عن مسلسلهم الجديد، والصحفيين بيسالوا مون عن دامي لانها كانت معاها في نفس المدرسه، فبتقول لهم ان هي ما تعرفهاش كويس. وفي صحفي بيقول لجيوم ان دامي تبقى بنتها، لكن هي بتنكر. ولما بتنزل من الحفلة بتركب عربيتها وبتلاقي في واحد في العربية بيثبتها، وبيكون هو ده الشخص اللي شغال مع جين مو وبيشوه صورة دامي، وبيبتز مامتها وبيوريها صورها مع دامي وبيطلب منها $1,000,000 عشان ما يفضحهاش ويقول إن هي سابت بنتها وهي طفلة ودلوقتي بتتبرأ منها. وفي رسائل تهديد بتتبعت للمعلمة كود جي وكمان لمون ومامة دامي والدكتورة تشي، وبتقول لهم كلهم إن النهاردة آخر فرصة ليهم يروحوا ويقولوا الحقيقة، وبتديهم ميعاد لغاية الساعة 7 والعنوان مركز سيول الثقافي. وبتبعت دامي قناة اليوتيوب اللي بتنشر عليها فيديوهات وبتقول لهم إن الحقيقة هتبان في بث مباشر هتعمله في المركز الثقافي الساعة 7. ودهيوك بيروح على المينا بيلاقي عصابة خاطفين مامته وأخوه، وبيلاقي البنت اللي كانت بتساعده واقفة معاهم، وبتأمرهم يدخلوا أهل دهيوك في توابيت خشب ويقفلوا عليهم ويرموهم في المية، وبتقول له إن جيتاك هو اللي خلاهم يعملوا فيه كده وإنه ساعده يهرب علشان يشوف مامته وأخوه بيموتوا قدام عينيه. وبيحاول دهيوك يضربهم، لكن البنت اللي كانت بتساعده بتضربه على دماغه جامد وبينزف وبيرموه في المية ورا أهله. وبنشوف إن البنت دي عملت كده لأنها لما رجعت للنايت كلاب بتاعها بعد ما ساعدت دهيوك إنه يهرب لقت جين مو ورجالته قابضين على إخواتها وبيهددوها ان هم هيقتلوهم ولازم تنفذ اللي هم عايزينه. وبتتصل مامة دامي على الشخص اللي كان بيبتزها وبتقوله ان هي هتديله $1,000,000 بس يقفل قناة اليوتيوب اللي بتنزل اخبار عن دامي، وبتقول له ممكن اديلك $500,000 كمان على $1,000,000 لكن توقف البث اللي دامي عايزة تعمله ولو لازم الامر يقتل دامي. وجين مو بياخد رجالته وبيطلع دهيوك واهله من تحت المية وبيقنع دهيوك ان هو اللي انقذه وان جيتاك هو اللي عمل فيه كده. ومون بتتصل على جين مو وبتقوله ان دامي عارفه ان ليك علاقه بالموضوع. وبابا دامي بيخرج من اسم الشرطه وقبل ما بيمشي الضابط بيديله حاجه يشربها، ولما بيخرج من الاسم بتحصل له هلوسه وبيجي واحد بعربيه وبياخده. وجيوم مامة دامي وكل اللي دامي هددتهم بيروحوا المركز الثقافي قبل الساعه 7 وجين مو بيروح هو كمان، وناس كتير بتبدأ تتجمع في المكان. ودامي بتظهر على شاشة كبيرة وبتقول للناس إن هي ضحية وباباها بالتبني هو اللي عمل فيها كده، وفي حد بيوجه مسدس عليها وبتترجى ما يقتلهاش لكنه بيضربها بالنار، وصوت الرصاص بيكون قريب من الناس وجاي من القاعة اللي جوه والكل بيجري ناحية القاعة. فبيلاقوا بابا دامي نايم على الأرض ومسك مسدس وبيهلوس، وبيلاقوا طاقية دامي لكن مش بيلاقوا جثتها. ومامتها بالتبني بتقعد جنب جوزها وبتعيط وبتسأله عن مكانها. ودهيوك بيروح لاسم الشرطة يسلم نفسه وبيقول لهم إن جيتاك هو اللي أمره يقتحم حفلة جين مو ويقتله، وبيقول لهم هو كمان اللي هربه وهدده لو ما نفذش كلامه هيقتل مامته وأخوه. وبيشوف دهيوك في اسم الشرطة خبر إطلاق النار على دامي، وجد دامي لما بيشوف الخبر بيتعصب وبيقول حفيدتي مش ممكن تكون ماتت، وبيأمر المساعد بتاعه يدور على صاحب قناة اليوتيوب ويجيبهوله. وبتقبض الشرطة على بابا دامي بتهمة إطلاق النار عليها، والظابط اللي شربه العصير اللي فيه المخدر بيقف مع الإعلاميين قدام مركز الشرطة وبيقول لهم إن بابا دامي سرق السلاح من مركز الشرطة وهو نفس السلاح اللي لقوه معاه بعد تنفيذ الجريمة. وبتروح الشرطة بقيادة الظابط الفاسد لبيت بابا دامي وبيفتشوا البيت وبيلاقوا كيس مخدرات، والمخدرات دي بيكون الظابط هو اللي حاططها له في البيت لأنه زار مامة دامي وهي في البيت لوحدها بعد ما قبضوا على جوزها في الجامعة، ودخل وعمل نفسه بيفتش في البيت وساب الكيس
وصاحب قناة اليوتيوب بيروح لمامة دامي وبيطلب منها الفلوس، ولما بياخدهم وبيعدهم بيلاقوهم $1,000,000 بس. فبيقول لها لسه ناقص نص مليون، فبتقول له انت قتلت دامي؟ فقال لها انت اللي طلبتي مني كده. وبيكون في حد بيراقبهم من بعيد وبيصورهم، وجد دامي بيتصل على صاحبه المدعي العام وبيطلب منه ياخد بابا دامي يسأله عن مكانها وليه قتلها. وفعلا رجالته بيخطفوه وبيسألوا انت ليه قتلت حفيدتي ووديت الجثة فين؟ فبيقول له ان هو مش ممكن يعمل فيها كده وانها اغلى من روحه. فبيزقوا جد دامي على الكرسي وبيوقع على دماغه، ولما بيقع بيفتكر ان في حد ضرب نار على دامي وجراه وهو ما كانش قادر يساعدها. والدكتورة تشي بتعمل اختبار حمل وبتلاقي نفسها مش حامل، وبتدخل عليها جيوم وبتاخد الاختبار وبتقول لها انت دخلتي معايا في تحدي وانا هقول للسيد بنج على الحقيقة. وبيتفاجئ السيد بنج وهو مروح بيته بمامة دامي بالتبني واقفة قدام بيته وبتقعد معاه وبتطلب منه يساعدها تلاقي دامي، وبتقول له ان باباها مش ممكن يأذيها وان في حد هو اللي ورا كل ده. وبتوري له اختبارات لدامي من 3 مستشفيات كانت دامي عاملاهم قبل ما تختفي، وكلهم بيثبتوا ان هي ما كانتش حامل قبل كده. فبيقول لها ازاي صدقك وليه كل الناس دي هتكذب؟ فبتقول له لان هم عايزين دامي تختفي. وبعد كده بيدخل السيد بنج على الدكتورة تشي وهي قاعدة ببيته، وبيروح له المساعد بتاعه بيقول له انه عرف هوية صاحب قناة اليوتيوب وانه مجرم سابق، وبيوري له الصور اللي صورها له، وبتكون من ضمنهم صورة ليه مع جيوم مامة دامي وهو بياخد منها فلوس، وبيقول ان في صفقة بينهم. وبيديله محفظة دامي وبيقول له انها كانت واقعة في مكان الحادث، وبيفتحها جدها فبيلاقي فيها ظرف مكتوب عليه اول مكافأة من جدي ومرسوم عليه قلب. وبيأمر السيد بنج المساعد بتاعه يجيب له صاحب القناة ويعرف ايه الصفقة اللي بينه وبين جيوم. وبيروحوا رجالة السيد بنج النادي القمار وبيضربوا صاحب القناة وبيخطفوه، وبيخرج السيد بنج من بيته وبيتوعد كل اللي أذوا دامي ان هو هينتقم منهم. وبيدخل بابا دامي السجن والمساجين بيستقبلوه في الزنزانة وبيضربوه، لكن في نفس الزنزانة جيتاك بيكون موجود وبيقوم يضربهم. وبعد كده بنشوف جد دامي ورجالته ماسكين صاحب القناة وبيعذبوه وبيسألوا جد دامي عن الصفقة اللي بينه وبين جيوم. فبيقول له انه كان بيبتزها عشان ياخد منها فلوس، وبيهددها ان هو هيفضحها ويعرف كل الناس ان دامي تبقى بنتها. وبيقول له صاحب القناه ان مامة دامي اسوأ منه، وبيقول له ان هي اللي طلبت منه يمنع دامي انها تعمل فيديو البث المباشر، وقالت له يمنعها باي طريقه حتى لو هيقتلها. وبيتفاجئ جد دامي من الكلام ده، لكن موبايل صاحب القناه بيكون عليه تسجيل للمكالمه، وبيقول لجد دامي انه ما قتلش دامي وانه كان هيخبيها لكن هي هربت. وبيقول له جد دامي انت ليه بتحاول تشوه سمعتها بالفيديوهات دي؟ وبيسأله مين اللي طلب منه يعمل كده. وبنشوف بعد كده جينمو وهو ماشي بعربيته وبيطلع عليه رجالة جد دامي، لكن جينمو بيقدر يهرب منهم. وبيقول جد دامي للمساعد بتاعه يجيب له جينمو بأي طريقة، وبيقول للمساعد يروح المحكمة ويرجع 30 مليون دولار من مامة دامي. وبعد كده بيجيب دكتور يكشف على الدكتورة تشي وبيعرف إن هي مش حامل وكانت بتكذب عليه، وإنها كمان كدبت عليه لما قالت له إن دامي كانت حامل. وبيقول لها إنه هيلغي لها ترخيص مزاولة مهنة الطب وبيطردها. وبيتصل بعدها على جيوم وبيقول لها الفلوس اللي اديتها لك استخدمتيها في قتل حفيدتي وانا هستخدم باقي الفلوس عشان اقتلك. وبعد كده بتروح مامة دامي بالتبني للمدرسه بتاعتها، وبتعرف ان البنت اللي ورطتها في كل ده اسمها مون وهي ممثله، وبتروح لمون في شركه الانتاج وده بيكون اول يوم ليها في المسلسل اللي هتصوره، وبتدخل عليها وبتفضحها قدام فريق العمل. وبيقرر المخرج انه يلغي اليوم وبيقول ان هما هيدوروا على ممثلة تانية غيرها. وبتتصل مامة دامي بالتبني على السيد بانج وبتقول له ان البنت اللي ورات الدم دي اسمها مون وبتشتغل ممثلة، وبتقول له إن وكيلتها هي جيوم. وفي محامي بيروح لبابا دامي في السجن وبيقول له إن السيد بنج جد دامي هو اللي وكله عشان يدافع عنه، وبيقول له إنه هيساعده يهرب من السجن. وفعلا بيهرب بابا دامي وبيروح للظابط اللي خدره وبيدخل بيته وبيخنقه لحد ما بيموت في ايديه، وبيلاقي شنطة مخدرات عنده في البيت. فبيتصل على جد دامي وبيقول له انه لقى شنطة مخدرات في بيت الظابط، وبيقول له هيجيبها له عشان يستخدمها دليل في اللقاء الصحفي. فبيسأله السيد بنج عن مكانه، فبيقول له انه هرب من السجن زي ما المحامي اللي بعته له قال له. فبيقول له السيد بنج انه مقوملوش محامي، وبيقول له يخرج من البيت بسرعة، وبيسأله عن مكانه وبيروح لوحده علشان يقابله. ولما بيروح للمكان بيقف على جسر عالي فوق شلالات وبيلاقي حد جاي من بعيد، فبيفتكر ان هو بابا دامي، لكن لما الشخص ده بيقرب عليه وبيظهر وشه بيلاقيها الدكتورة تشي. ومن الناحية التانية بتيجي الدكتورة جيوم مامة دامي وبيكونوا متفقين عليه وبيتخانقوا معاه وبيرموه من فوق الجسر وبيموت.
وبتقبض الشرطة على بابا دامي وبيتهموه بقتل السيد بانج، والظابط اللي بابا دامي خنقه طلع لسه عايش وما ماتش، لكنه مش بيقول أي حاجة عن اللي حصل. وبيقعد محاميين السيد بانج مع الدكتورة تشي وماما دامي وبيفتحوا وصيته، وبيكون موصي لتشي بالبيت اللي هي عايشة فيه اللي هو ملك السيد بانج، وكمان موصلة ب10 مليون دولار. وطبعا الوصية دي بتكون قديمة قبل ما يكتشف حقيقتهم، وبتتهم تشيل محامين بالتزوير لأن ثروة السيد بانج كبيرة جدا. فبيقول لها المحاميين إن السيد بانج باع كل أملاكه قبل ما يموت، والديون بتتقاسم مع تشيف ال10 مليون. وبيخرج دهيوك من السجن وبيستقبلوا جين مو وبياخدوا يسهروا سوا، وبيتصل جين مو على رجالته وبيأمرهم يحرقوا البيت اللي ساكنة فيه مامة دامي بالتبني. وبنشوف إن مامة دهيوك وأخوه ساكنين في الدور التاني في نفس البيت. وبيرجع دهيوك البيت بعد ما بيقضي سهرته مع جين مو، بيلاقي بيتهم مولع ومامته وأخوه بيموتوا مع مامة دامي، والناس بتقول إن مامة دامي هي اللي حرقت البيت وكانت بتموت نفسها. وفي واحد بيروح العزا وبيحط صندوق تبرعات وشيك ب100,000 دولار، وبيخرج دهيوك وبيبص عليه وهو ماشي. والمحكمة بتحكم على بابا دامي بالإعدام، وبيحاول إنه يهرب من السجن لكن الشرطة بتمسكه. وبعد كده جيتاك بيخلي رجالته يضربوه وبيرمي عليه مية مغلية وبتنقله الشرطة للمستشفى. ومون بتشتغل مع جيوم مامة دامي وبتتشهر وبتمثل وبتغني وكمان بتعمل إعلانات. وبيخرج بابا دامي بعد كده من المستشفى وبيكون وشه وجسمه متغطيين بشاش، والحراس بيدخلوه زنزانة لوحده. لكن بنكتشف إن اللي في الزنزانة ده مش بابا دامي، وإن ده جدها السيد بانج. وبنعرف إن السيد بانج لسه عايش، وإنه لما وقع من على الجسر ما ماتش، والإسعاف أخدوه المستشفى وأنقذوه، وإنه طلب من المساعد بتاعه يخرجه من المستشفى ويزيف خبر موته. وجيتاك بيدخله في الزنزانة، وبنعرف إن هم هربوا بابا دامي والسيد بانج هيحل محله. وبيطلب من جيتاك إنه يساعد بابا دامي علشان ينتقم من اللي عمله فيه كده هو وبنته. وبعد مرور 5 سنين بتبقى مون شهرتها زادت جدا وبتعمل دعاية لتطبيق جديد مشهور، والتطبيق بيكون عامل حفلة خاصة بيها على جزيرة، وبيختار 30 فانز من ضمن المستخدمين. وبيكون في الحفلة مون وجيوم والدكتورة تشي وجين مو صاحب قناة اليوتيوب وكمان الضابط اللي كان بيساعدهم. وبيكون في شخص مظهره أنيق وواقف بيتفرج عليهم من مكان عالي. وجيتاك بيدخل للسيد بانج في الزنزانة وبيقول له إنه هيخرج من السجن النهاردة، ولما بيخرج بيتصل على الشخص اللي واقف في الحفلة وبنعرف إن ده يبقى بابا دامي بالتبني. وبنشوف لما السيد بانج راح له في مستشفى السجن وأخد مكانه كان بابا دامي رافض، لكن في حارس من الحراس بيقول له إن السيد بانج بعد ما وقع من على الجسر قعد 6 شهور يجهز نفسه عشان يدخل مكانك، وبيقول له لازم تنتقم من اللي عمله فيك كده. وبيخرج بابا دامي وبيتعالج وبيعمل عملية تجميل وبيغير شكله. والسيد بانج بيقول لجيتاك لما تكلم بابا دامي قول له إني بشكره عشان رب حفيدتي واطلب منه يسامحني لاني كنت عجوز طماع. وجيوم بتبقى عملت شراكه مع جين مو، والشركه اللي مون بتشتغل لتطبيقها بتكون لسه بترشح حد لمنصب رئيس مجلس الاداره. وبتتكلم جيوم مع جين مو عن الشخص اللي ممكن ياخد المنصب ده، وبتقول له ان السيد ماسيو رئيس الشركه هو اللي هيختار الشخص المناسب. وجين مو بيأجر دهيوك عشان يعرف لهم مين هو ماسيو، وبيدخل عليهم دهيوك ومعاه صور ماسيو وبتقلب جيوم في الصور، وبيكون صاحب الصوره هو بابا دامي. وبتشوفه قاعد بيراقبهم قدام الشاشة. وبنروح للمعلمة كود جي اللي بتروح الحفلة وبتسلم على مون وبتقول لها إنها اتجوزت وخلفت وبقى عندها بنت بتحب التمثيل، وبتطلب من مون تدخل بنتها تمثل معاها في المسلسل، لكن مون بترفض. فبتقرب كود جي عليها وبتقول لها النهاردة هو نفس اليوم اللي اختفت فيه دامي، وبتهديها بلوحة. ولما بترجع مون وبتفتحها بتلاقي اللوحة فيها رسمة ليها لما كانت بتولد في المدرسة ودامي قاعدة جنبها، وبتفضل مون تصرخ وتتخيل في دامي. مساعد جين مو بيلمح دامي في الفندق اللي فيه الحفلة، وبيروح وبيقول لجين مو صاحب القناة، لكن جين مو مش بيصدقه. فبيفكروا المساعد إن ده نفس اليوم اللي ماتت فيه دامي. والدكتورة تشيب تطلب من مون تعمل لها دعاية لشركتها، لكن مون بترفض. فبتفكرها تشيب دامي وبتقول لها إنها كانت مديرة المستشفى اللي راحت لها مون لما كانت حامل. وبيبدأ بابا دامي الانتقام منهم، وأول واحد بينتقم منه هو صاحب قناة اليوتيوب، وبيروح وهو شارب يتهجم على مون. فبتزقه مامة دامي وبترميه في المية، وكل اللي موجودين بيفضلوا يغرقوه، لكنه بيموت منهم من غير ما يحسوا لأنهم بيكونوا شاربين. وبيقعدوا كلهم حوالين جثته
وبيفكروا هيعملوا فيها إيه. فبيقول لهم دهيوك إن في جزيرة على بعد 20 كيلو ممكن يدفنوه فيها، والمعلمة كوتجي بتأيد كلامه وبتقول له إن الفندق مفيش فيه عمال ولا كاميرات شغالة، وإن محدش هيعرف حاجة عن اللي حصل. وفعلا بياخدوا الجثة وبيركبوا المركب عشان يروحوا يدفنوها، وأول ما بيركبوا فيها بينتشر غاز في المركب وبيحسوا كلهم بالجوع والعطش، وبيكون في أكل وشرب كتير على المركب وبيفضلوا ياكلوا ويشربوا. وبعد كده بيوصلوا للجزيرة وبيلاقوا فيها أشجار وبيكون فيها فواكه كتير جدا وبيفضلوا ياكلوا. والمعلمة كوتجي بتلاقي حصان وحيد القرن وبتنادي عليهم كلهم عشان يشوفوه ويغنوا له، وفعلا بيفرد جناحاته وبيطير. ومساعد جينمو بيبص على المركب بتاعتهم فبيلاقيها رجعت وسط البحر، فبينادي عليهم وبيقفوا يفكروا هيعملوا ايه. فبيقول لهم مساعد جينمو انه اتصور بموبايله في المرسى وبيكون على الصورة اسم المرسى، وبيفتحوها بيجيبوا رقم المرسى وبتتصل عليهم مون وبتطلب منهم يبعتوا لهم يخت، وبتقفل الخط وبتقول لهم ان المساعدة في الطريق. والدكتورة تشي بتشوف كهف في الجزيرة فبتقول لهم ندفن الجثة هنا ونخلص منها، وبيدخلوا كلهم للكهف وبيغطوا الجثة بالصخور. لكن واحد فيهم بيهاجموا خفاش وبيعضوا في رقبته، وبيبص فوق فبيلاقوا ان الكهف كله مليان خفافيش وبتبدأ تهاجم فيهم، فبيجروا كلهم من الكهف والخفافيش بتاكل واحد منهم. ولما بيخرجوا كلهم قدام الكهف الجبل بيبدأ ينهار عليهم وفي صخرة كبيرة بتنزل عليهم وبيسندوها، وجينمو بيقول لهم ان مون هي أول واحدة هتسيب الصخرة وبتفلت مون منها، ووراها بتكون جيوم وبعد كده تشي، وبيتبقى في الآخر جينمو وواحدة كانت بتشتغل قدام مدرسة دامي وكانت اتهمتها إن هي على علاقة بباباها. وبيسيب جينمو الصخرة وبتقع على الست دي وبتموتها، ومون بتزعق لدهيوك وبتقول له ليه الخفافيش هجمتنا. وبعد كده الجبل بينهار لوحده وبتقول له انت اللي جبتنا هنا وهنموت بسببك. وبيطلعوا موبايلاتهم وما بيلاقوش فيها شبكة، وفجأة بيسمعوا صوت في الغابة والأشجار بتتحرك وبتخرج عليهم خنازير برية وبتهاجمهم وبيجروا كلهم، والخنازير بتقتل كام واحد منهم، والظابط بيستخبى ورا الأشجار وفي خنزير بيشوفه وبيجري وراه. ومون بتقع على الأرض فبيرجع لها دهيوك وبيقومها وبيجروا، والخنزير اللي بيجري ورا الظابط بيقرب منه فبيشد الظابط واحدة من اللي بيهربوا قدامه وبيرميها قدام الخنزير وبيقدروا يهربوا من الخنازير. وبعد كده بيقعدوا في مكان وسط نباتات منورة، وجينمو بيكون معاه ازازة مية بيحاول يفتحها ويشرب منها من غير ما حد ياخد باله، لكن دهيوك بيلمحه وبيقول لهم ان في مية مع جينمو، وبيروحوا كلهم على جينمو علشان يشربوا. والمعلمة كوتجي بتاخد الازازة وبتشربها كلها، فالدكتورة تشي بتتخانق معاها وفي واحدة منهم بتروح على وردة كبيرة تشمها فبيتحول وشها وبتقع ميتة، وبيتلموا كلهم عليها وبيسمعوا صوت جاي من عند الشجر وبيظهر لهم شخص لابس قناع وبيقول لهم انه جاي علشان يساعدهم وجاب معاه مركب ينقلهم بيها. وبيمشوا في الطريق بيلاقوا مستنقع وبيكون لازم يعدوا منه عشان هو ده الطريق الوحيد، وبتحاول مون تعدي منه لكن بتكون هتغرق، وبيقرروا ان هم يخلوا الباقيين اللي جايين يعدوا هم الاول. واول لما بيعدوا من المستنقع بيهجموا عليهم وبيخبطوهم وبيغرقوهم في المستنقع عشان يعدوا من عليهم، وبيعدوا المستنقع لكن الراجل المقنع اللي المفروض انه هينقذهم مش بيعدي معاهم وبيقف يتفرج عليهم وبيسيبهم وبيرجع، وبيلاقوا بير ميه بيجروا عليه وبيشربوا منه، وبيلفوا يلاقوا وحش كبير وطالع منه رؤوس كتير وجاي عليهم، فبيمسك كل واحد منهم سلاح وبيجروا على الوحش وبيضربوا فيه لحد ما بيموتوه وبيغمى عليهم كلهم. وبتفوق مون وبتلاقي على وشها دودة فبترميها وهي بتصرخ، والكل بيفوق وبيلاقوا جسمهم ولبسهم غرقان دم، ولما بيبصوا قدامهم بيلاقوا الناس اللي كانوا معاهم مقتولين، وبيعرفوا ان اللي كانوا بيموتوه ده ما كانش وحش وكان الناس اللي معاهم، وان اللي حصل لهم ده هلاوس وخلاهم شافوا وحش. وبيظهر لهم الشخص المقنع اللي جاي يساعدهم تاني وبيقول لهم انه لقى طريق اسرع، ومجرد ما يعدوا التل هيلاقوا مركب، وبيجروا وراه وبيمشوا مسافة كبيرة وبيتعبوا فبيقعدوا يرتاحوا شوية، وبيحسوا ان الارض بتتهز والمكان اللي هم فيه بيكون مكان شلال، وبتيجي عليهم مية كبيرة وبتغرقهم وبترميهم عند الشاطئ. ولما بيفوقوا مش بيلاقوا المركب اللي الراجل قال عليها، وبتلمح الدكتورة تشي قارب نجاس صغير فبتشاور لهم عليه، لكن الراجل اللي لابس قناع بيقول ان المركب ده هياخد 7 بس وهم عددهم 13 ولازم 6 يضحوا بنفسهم ويفضلوا هنا، فبيزقوه كلهم وبيجروا على القارب، ولما بيروحوا على القارب بيتقاتلوا على مين اللي يركب وبيغرقوا بعض في المية، وفعلا في 7 أشخاص بس بيركبوا والباقي بيموت، وال7 بيكونوا مون وجيوم
وجين مو ودهيوك والظابط والدكتورة تشي والمعلمة كوجي، وبيتفاجئوا هما ماشيين بالقارب بالشخص المقنع بيطلع لهم من المية وبيمسك في القارب وبيترجاهم ياخدوه معاهم، وبيقول لهم إنه جه الجزيرة علشان ينقذهم لكن هما بيرفضوا، فبيشد في القارب وبيكون هيغرقه، فبتمسك جيوم سلاح وبتفضل تضربه على إيديه ودماغه لحد ما بيموت. وبيرجعوا للفندق قبل ما الموظفين يروحوه، وبيدخل كل واحد أوضته يغير هدومه، ولما بيخرج كل واحد من الحمام بيلاقي ورقة مكتوب فيها اسمه والمصيبة اللي عملها في دامي، وبيخرجوا يدوروا في أوضة صاحب القناة اللي مات فبيلاقوا فيها مخدرات، وبيعرفوا إن هم كانوا متخدرين، لكن مون بيكون في جرح في إيديها لما كانت بتموت الناس اللي معاهم على أساس إن هم وحش، وبتقول لهم إن اللي حصل في الجزيرة ده كان وإحنا متخدرين لكن كان حقيقي، وبابا دامي بيتفرج عليهم، وبنعرف إن هو الشخص المقنع وإنه ما ماتش. وبنشوف السبعة وهم قاعدين في الفندق بياكلوا في المطعم وبيعملوا نفسهم بيسألوا عن الباقيين، فبيقول لهم مدير المطعم إنهم مش موجودين في أوضهم بس حاجتهم موجودة، فبتقول المعلمة كوجي إن هم لازم يبلغوا الشرطة، وبتيجي الشرطة وبتبدأ تحقق معاهم في اختفاء باقي الأشخاص، والسبعة بينكروا معرفتهم باللي حصل وبيقولوا نفس الكلام في التحقيق، وبيحققوا مع الضابط الفاسد، فبيقول لضابط التحقيق أنت ما تعرفش أنا مين، وبيقول له بدل ما تضيع وقت في التحقيق مع الأبرياء دور على الناس اللي اختفوا، فبيقول له ضابط التحقيق احنا بالفعل لقيناهم في الجزيرة المهجورة، وبيوري له صور ل 28 شخص ماتوا وبتكون جثثهم متجمعة فوق بعض قصاد الكهف اللي على الجزيرة، وبتدخل الشرطة تفتش غرف الفندق كلها عشان يدوروا على أدلة، وبيلاقوا مخدرات في أوضة منهم، وضابط التحقيق بيروح للسبعة وبيقول لهم مفيش حد فيكم يقدر يمشي من الفندق قبل ما التحقيقات تخلص، وبتيجي واحدة من عمال الفندق وبتقول قدام الضابط إن وهي رايحة الشغل الصبح شافت جيوم بتحرق هدوم كتير، وبيجي السيد ماسيو رئيس شركة التطبيق واللي بيكون في الحقيقة هو بابا دامي وبيدافع عن جيوم، وبيروح هو وجيوم والضابط الفاسد للجزيرة مع الشرطة، وبيوصلوا الجزيرة وبتتفاجئ جيوم إن الكهف اللي دخلوه مش موجود في الجزيرة، وباقي السبعة بيكونوا قاعدين في الفندق، ودهيوك بيوريهم الرسالة اللي لقاها في أوضته، وبيقول لهم كل واحد فينا كان ليه علاقة بدامي وكلنا أذيناها، وبيقول لهم أنا أمي وأخويا ماتوا محروقين بسبب مامة دامي، وبيتفاجئوا لما بيعرفوا إن المعلمة كوجي كانت مدرسة دامي في الفصل لكنها بتنكر إنها فاكراها، وكل واحد فيهم بينكر علاقته بيها. وبنروح للجزيرة تاني وبتقف جيوم قدام الجثث وبتفتكر لما جريوا من الكهف، وجثة صاحب قناة اليوتيوب هو الوحيدة اللي مش بتكون موجودة، وظابط التحقيق بيقول لهم إن هم لقوا في الجزيرة مخدرات وإن اللي ماتوا كانوا متخدرين بيها، وبتكون هي نفس المادة اللي الظابط الفاسد حطها لبابا دامي في المشروب، وبيلاقي المحققين أسورة في البركة اللي في الجزيرة، ودي بتكون أسورة جيوم اللي وقعت منها لما كانوا بيقتلوا اللي معاهم عشان يعدوا من عليهم، وبترجع جيوم والظابط للفندق وبيعرفوا الباقيين إن هم كانوا بيهلوسوا وإن الجزيرة ما فيهاش كهف ولا بركة طين ولا الجبل اتهد، وإن ما فيش في الجزيرة غير بركة مياه صغيرة، وبيدخل عليهم السيد ماسيو بيقول لهم إنه ضمنهم كلهم وإنهم يقدروا يرجعوا بيتهم، وبيقول لهم طيارتي الخاصة هتوصلكم، وبيعتذر لهم لأنه المسؤول عن الحفل ده وإنهم اتورطوا في اللي حصل ده بسبب الحفلة، وبتروح جيوم وراه وبتقول له إنها عايزة تاخد منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، فبيقول لها إن في واحد اترشح للمنصب واتقبل، وبتتصل مساعدة جيوم عليها وبتقول لها إن في مشكلة في شركتها، وبتروح جيوم ومون للشركة والصحفيين بيكونوا موجودين قدامها وبيسألوها عن اللي حصل في الحفلة وعن معجبين مون اللي ماتوا هناك، وبتنتشر الأخبار عن اللي حصل في الجزيرة والمعجبين اللي ماتوا، وبتحلم مون وهي نايمة بدمي وبتقوم مفزوعة، وبتروح عليها جيوم وبتسألها في إيه، فبتقول لها مون أنا قتلت دامي. ولغاية هنا بيخلص الجزء الأول من مسلسلنا، استنونا في جزء جديد، سلام.